عن نفسي وبالنيابة عن أكثر من 400 مليون عربي وأكثر من 1.4 مليار أفريقي بقول شكرا لمنتخب المغرب. كفيتم ووفيتم، كنت أسود بجد، رفعت راس بلدكم وراس الوطن العربي وقارة إفريقيا بالكامل وكل عشاق كرة القدم في العالم. الكل رفع ليكم القبعات. أداء بطولي، روح قتالية استثنائية، حماس بالزاف. غيرتوا خريطة كرة القدم في العالم، زلزلتم الأرض تحت أقدام منتخبات كبيرة وأسماء رنانة. شكرا للعملاق ياسين بونو، شكرا لمنير المحمدي ورضا التكناوتي، شكرا حكيمي وسايس وأكرد ومزراوي وعطية الله وداري واليامق وبنون، شكرا مرابط وأناحي وبوفال وأملاح والخنوس وشعير والصبري وجبران وزياش، شكرا بخلال والزلزولي والزعروري وجديرة وحمد الله والنصيري، شكرا لوليد الرجراجي وجهازه رشيد بن محمود وغريب أمازين وعمر الحراق، شكرا فوزي لقجع وكل أعضاء الجامعة المغربية لكرة القدم. أنا ما أدري ليش البعض زعلان خروج المنتخب الفرنسي من البطولة. المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي لم يخسر، هو من 4 الكبار في كأس العالم الآن على مستوى العالم، الآن يلعب على مباراة المركز الثالث والرابع. منتخب خرج بشرف، خرج بأداء قوي، أداء رجولي، كان ند قوي للمنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم، وكان ممكن أن يسجل في أكثر من مناسبة. أنا بس أبي جزئية واحدة، موضوع البلنتي. هل هناك بلنتي ركلة جزاء للمنتخب المغربي؟ نعم أو لا؟ صح يا حكيم؟ الأسود التي أقنعت من البداية لما فرضت التعادل على المنتخب الكرواتي تاني مونديال العالم السابق، وبعدها تفوقت على المنتخب البلجيكي المصنف الأول أوروبيا والثاني على العالم، وصعدت بجدارة بعد الفوز على منتخب كندا المتطور جدا واللي تأهل للمونديال في صدارة منطقة كونكاكاف على حساب المكسيك وأمريكا. تخطي مرحلة المجموعات بعد غياب 36 سنة، هل ده كان كافي للرجراجي وكتيبة الأبطال اللي معاه؟ خصوصا أن المنتخب الأسباني كان المنافس في مرحلة خروج المغلوب. الإجابة كانت على ملعب المدينة التعليمية لما صمد منتخبنا العربي الكبير 120 دقيقة، أطاح بالماتادور الأسباني، وبعدها صنع المستحيل وكسب جاره البرتغالي بهدف النصيري، وتأهل لأول مرة في التاريخ، في تاريخ إفريقيا، للمربع الذهبي، وثالث مرة في التاريخ المونديال لمنتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية بعد أمريكا سنة 30 وكوريا الجنوبية في 2002. صحيح المسيرة البطولية دي وقفت قدام فرنسا في المربع الذهبي بعد ما اتخطفنا بجول في أول 5 دقايق، لكن رجعنا للمباراة وبقوة. ضيعنا التعادل في أكتر من محاولة في مواجهة حامل اللقب اللي بيضم نجوم قيمتهم بتزيد عن ال1 مليار يورو. دروس كتير لازم نتعلمها من الملحمة اللي حصلت دي. حاجة كبيرة، ومن المفروض الشعوب العربية الكل تثني على المجهود اللي قام به المنتخب المغربي. أنا بالنسبة لي ما هيش خسارة، بالعكس فوز كبير. اليوم منتخب ظهر بوجه كبير وأحرج جل المنتخبات العالمية اللي كانت متواجدة من سنوات وطيلة سنوات في نهائيات كأس العالم. بالعكس المغاربة يلزمهم يفتخروا بمنتخبهم، وما نحكيوش على الخسارة نتاع اليوم. معناتها أنا بالنسبة لي المنتخب المغربي في كل الحالات فايز، حتى لو خسر اليوم، حتى كي خسر اليوم بالنسبة لي فايز، والعرب فايزين وأثبتوا اللي كونوا معناتها نجاح البطولة على المستوى التنظيم نجاح باهر، وكذلك حضور المنتخب المغربي كان حضور مشرف وباهر. لازم نثق في أنفسنا، لازم تثق في نفسك، تؤمن بقدراتك عشان تحقق هدفك. كان صعب علينا نحلم مجرد حلم اننا ننافس على لقب مونديال الكبار، لحد ما رفع منتخب المغرب أسود الأطلسي سقف الطموح، خلانا ننسى النغمة السخيفة بتاعة التمثيل المشرف ونكون راس براس مع الكبار. لأننا بالفعل حتى اسألوا قطر عن التنظيم اللي أذهل العالم، وأكد أننا عندنا الكثير من الدروس اللي ممكن نقدمها للعالم جوه الملعب وبره الملعب. والله شخصيا أنا فخور جدا جدا بما عمله المنتخب المغربي، وأشكر اللاعبين كلهم، وأشكر وليد الركراكي المدرب المغربي اللي دار عمل جبار،
وانا اللي غيبقى في مخي وهو المباريات كلها الرائعه اللي عملنا من البدايه. لعبنا مع فرق مرتبه في السته الاوائل عالميا وفزنا عليهم ووصلنا الى نصف النهائي. اذا تنشكرهم كثير وانا فخور بهم لان اعطوا قوه لجميع المغاربه ومثلوا احسن تمثيل الدول العربيه واعطوا صوره جميله جدا بان فريق عربي يقدر يوصل الى نصف النهائي. هذا شيء رائع وممتاز وشخصيا لن انسى ابدا. ولهذا اكرر الشكر لجميع اللاعبين وللمدرب ولجميع الإخوان اللي شغالين في الاتحاد المغربي اللي وصلوا لهذا المستوى ورفعوا لنا راسنا وبينوا أحسن وجه للمغرب في كأس العالم اللي هو موجود في قطر، بلد عربي كذلك الذي أشكره على جميع التنظيم والأشياء الرائعة اللي شفنا من ناحية التنظيم ومن ناحية استقبال الإخوة المغاربة.